بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي الساحرة المستديرة على شاشة مودرن، أهلا ومرحبا بكم. ومباراة من القسم الثالث المصري، مباراة الحلم بالنسبة للأسيوطي سبورت وإثبات الذات بالنسبة للساحة. الساحة والأسيوطي وجها لوجه على بطاقة الحلم والصعود. بيمثل فريق الأسيوطي النهاردة في حراسة المرمى مصطفى حسن رقم 1، أحمد حسين وأحمد صلاح 2 مساكين، محمد السيد رقم 3 في الشمال، وحسن مجدي رقم 16 في اليمين، ادوارد توماس رقم 26 وده من نيجيريا في وسط الملعب، فهد السيد رقم 10، صلاح حامد 29 وعصام عابدين رقم 7 و2 في الهجوم، احمد موسى وبرسوم محروس. وادي واحده لقدام بالنسبه لفريق الساحه، ولكن ادي ادوارد اللي واقف على كورته. ادوارد مميز بقى ببشرته السمراء، ادوارد قدام ناحيه صلاح حامد، ولكن لسه بقى هنقول كده فريق الساحه احمد عبد الله في حراسه المرمى، وليد حمدي رقم 15 واحمد ربيع، محمود بكري وزيزو، مصطفى احمد ومحمد سعد وعلي مكاصه، مؤمن واحمد هارون ومحمود سعد في الهمام لوحده مهاجم وحيد. وده فكر كابتن هندي المدير الفني والطبيب وايضا رئيس هذا النادي. ادي واحده لتحت كده لفريق الاسيوطي مديره الفني ستيفن. ادي اول فاول بيحتسبه الحكم الدولي فهيم عمر. النهارده الملعب يخضع تحت قياده تحكيميه، فهيم عمر هو حكم الساحه، بيعاونوا 2 اخوات النهارده، وائل مصطفى واحمد مصطفى. استاد الفيوم الرياضي يحتضن هذا اللقاء، لقاء الحلم، لقاء الاسيوطي سبورت والساحه. ادي ادوارد على الضربه الثابته، ادوارد من واحده لقدام، ادي العرضيه المعديه، ولكن في وسط الملعب بيشتت اللاعب رقم مصطفى احمد رقم 6 في وسط الملعب مره ثانيه. ادي زيزو واقف على كورته، ادوارد بياخد، يا سلام يا ابني على اللمسه، يا سلام على اللمه، ما بيفقدهاش هذا اللاعب. 26 ادوارد بيحط الناحيه الثانيه عند محمد السيد بيعمل واحده لقدام، لسه الفكر ما بانش، لسه فكر كابتن توماس، والناحيه الثانيه دكتور بكري دكتور هندي لسه ما بانش. احمد موسى والله ده حسن مجدي بتطلع منه الى خارج الخطوط. محمود بكري، محمود بيحط واحده لقدام ناحيه محمود سعيد، ما بيستلمش، بياخد منه ادوارد، يا سلام يا ابني، محطه انتظار على اعلى مستوى. ادوارد محمد السيد بيحط لاحمد موسى الى خارج ارض الملعب. رمي التماس لفريق الاسيوطي سبورت اللي خلاص فاضل على الحلو دقه، فاضل على الحلم خطوه. ادي استلام مره ثانيه، فهد بيحط الناحيه الثانيه عند رميه التماس، بيحط واحده لفهد، ولكن في الاخير الى خارج ارض الملعب. رمي التماس مره ثانيه الفريق الاسيوطي سبورت. النهارده ماتش الحلم، استلام من فهد مره ثانيه هيسند على ادوارد، بيحط واحده لقدام. ادي القلشه من مؤمن بيقلش في وسط الملعب، استلام من فهد بيحط الناحيه الثانيه صلاح حامد، صلاح يا سلام على اللمه يا ابني والكسره، حلوه البينيه، ولكن الراجل بيعمل ايه؟ استلام من زيزو. والله زمان يا زيزو لعب الراجل ده في انديه كبيره، دوري ممتاز وشرقيه، ولعب في السنورس. بيغلط زيزو، بياخدها منه برسوم، عايز يعمل الاماميه، ولكن في الاخير بيستلم احمد عبد الله حارس مرمى فريق الساحه، احد ابناء الفيوم، كان لاعب لمحافظه الفيوم هذا اللاعب في حراسه المرمى. بيبدا الهجمه كده الناحيه الثانيه عند مصطفى بكري، محمود وفهد، بيستلم فهد، يا سلام يا ابني، استلام من فهد عايز يعمل البينيه، بياخدها منه اللاعب مصطفى احمد عايز يدي الهارون الصغير، بيدي محمود وهارون، والاثنين من بلد واحده، محمود وهارون، وعايز يعدي، ولكن الحكم الدولي فهيم عمر بيحتسب ضربه حره من مكان سحري في اللقاء، بيجري لها زيزو المرتدي القميص رقم 12 زيزو من فريق قريه الاسيوطي. استلام من زيزو تصويبه، ولكن في الاخير بيطلع ادوارد بيحط الناحيه الثانيه عند رقم 7 عصام عابدين، ولكن بتطلع منه رمي التماس. مباراه صعبه، مباراه الحلم، مباراه صعبه، كل نقطه فيها بذهب، مباراه الذهب النهارده. ادي واحده الى خارج ارض الملعب، وليد مصطفى بيحتسب رمي التماس لفريق الاسيوطي سبورت.
ادي استلام مرة تانية، بيرجع في الاخير احمد حسين، حسين لادوارد بيحطها للاعب فهد مرة تانية، فهد سيد لادوارد. قلت لكم حطت انتظار على اعلى مستوى. ادي اللاعب رقم 16 اللاعب حسن مجدي، حسن مجدي بيحط الناحية التانية ناحية محمد السيد، احمد حسين لمحمد السيد، بيدجري له فهد ولكن بيقف على كورته محمد، بيرجع ورا لاحمد صلاح. ادي احمد صلاح رمانة ميزان خط ظهر النادي قرية الاسيوطي. احمد صلاح بيحط لصلاح حامد، بيقف على كورته بيجري ولكن الى خارج ارض الملعب. رمية تماس، رمية تماس لفريق الساحة. هنجيب لحضراتكم النتائج الاخرى. قلت لكم سنورس بيلعب النهارده وايضا فريق منيا الحيط، الكل عنده 60 نقطة. كابتن فهيم عمر بيحذر دكة فريق الساحة، اعتقد في حاجة، اعتقد في طرد. بالفعل حد هيخرج فعلا هو ده الصرامة بتاعت كابتن فهيم، عارفينه هذا الرجل من بدري، عنده حدية كده في المعاملة في المستطيل الاخضر. قلت لكم كل الناس ستات، 60 نقطة لكل فريق. ادي محمود سعد اللي بينزل كده في وسط الملعب للاعب مصطفى احمد، مصطفى احمد عايز يجري ولكن احمد صلاح رقم 18 بيقرا احمد صلاح وبيحطها لقدام، بيستلم الركل ولكن الى خارج ارض الملعب. كان صلاح حامد حط رجله فيها ولكن طلعت رمية تماس لفريق الساحة. الكل يبحث عن الهدف المنشود. مرة تانية كابتن فهيم بيطرد الناحية التانية احد الاداريين، واقف المدير الفني الالماني لقرية الاسيوطي، كان جمعني بهذا الرجل لقاء. قلت له بقى ولكن هنشوف. ادي محمود سعد، يا سلام يا ابني، يا سلام يا ابني. اللاعب رقم 3 محمد السيد اللي استلم من اعلى نقطة وحط لادوارد، ادوارد بيدور على فهد، يا سلام حط الفهد، فهد لمحمد السيد مرة تانية. ادي واحدة لقدام، لو استلم هيبقى فيها خطورة ولكن في الاخير بيستلم، بيعمل ضربة ولكن زيزو اللي راجع يغطي كده. ادي ادوارد مرة تانية لصلاح حامد ولكن ما بيجريش صلاح وبتطلع الى خارج ارض الملعب. رمية تماس لفريق الساحة. قلت لكم كان جمعني لقاء بهذا الرجل، سألته لماذا وافق ان يمرن فريق بحجم فريق الاسيوطي في الدرجة الثالثة المصري. تحدث الراجل وقال لي عندهم فكر، عندهم سيستم، قادر ان انا اعمل هذا الفكر في هذا المكان. ادي اللاعب رقم 18 مصطفى بكري بيحط لقدام مصطفى علي المقصة. ادي محمود سعد ولكن بيضغط بقى احمد صلاح من اعلى نقطة. احمد بيحط للاعب رقم 16 اللاعب موسى. ادي فهد بيحط مرة تانية وبيستلم، عايز يحطها ولكن بيستلم اللاعب رقم 14 محمد سعد. محمد لادوارد، يا سلام يا ابني، عاجبني هذا اللاعب قوي في وسط الملعب، محطة انتظار على اعلى مستوى. استلام الناحية التانية عابدين لادوارد، قلت لكم بيلمس على كل كورة، يا سلام يا ابني، يا سلام، حلوة لصلاح حامد. صلاح بيحط الناحية التانية. ادي موسى هيسند على صلاح، استلام من صلاح ولكن يا سلام يا ابني. ادي ادوارد لو فكر الشوط هيبقى فيها خطورة، يا سلام، الى خارج ارض الملعب. ضربة مرمى لفريق الساحة اللي بيعمل عرضية المعدية ولكن في الاخير حارس المرمى مصطفى حسن بيستلم. مصطفى حسن وعايز يعدي ولكن ادي زيزو، قلت لكم لعب لأندية كبيرة هذا اللاعب. ادي الراجل بيستلم وادي واحدة بينية حلوة عصام، لو استلم فيها خطورة حطها بينية لصلاح. مرة تانية صلاح هيعمل عرضية، ادي العرضية المعدية ولكن خلاص عدت. يا راجل كنت بتعمل ايه يا ابني؟ كان المفروض يقطم ويشوط ولكن ادي الضربة الركنية الاولى لفريق الاسيوطي سبورت، كان انضرب فيها كده دفاعات فريق الساحة واستلام كده من اعلى نقطة والراجل راح وداس ورقص وفات وعدى ولكن حب يضمن، حطها الناحية التانية لصلاح. صلاح بيعمل عرضية اللي بتطلع لضربة ركنية. ادي الضربة الركنية، واحدة لبره كده، استلاح من صلاح حامد ولكن عدت وفاتت وحكم اللقاء بيحتسب ضربة حرة مباشرة على فريق الاسيوطي سبورت. حارس المرمى واحدة لقدام بيستلم بكل اريحية
ادوارد لصلاح حامد. صلاح استلام من صلاح بيحطها بينيه البرسوم الناحيه الثانيه. يا سلام على الرؤيه يا ابني، استلام حلو قوي، هيرقص ويعدي ويفوت مره ثانيه فهد، ولكن حكم اللقاء بيحتسب ضربه حره على فريق الساحه. بكري بيحطها اللاعب رقم 20 مؤمن. ادي مؤمن حكم اللقاء بيحتسب رمي التماس ولا اوف سايد؟ اوف سايد بالفعل. حسن مجدي رقم 16 بيسلم كده في وسط الملعب لادوارد. ادوارد بيحطها مره واحده، ادوارد بتروح كده للاعب رقم 25 احمد حسين. حسين بيحط لمحمد السيد اللي بيجري اللاعب رقم 7 عصام عابدين الى خارج ارض الملعب. ضربة مرمى ولا حكم اللقاء بيقول ضربة ركنية لفريق الاسيوطي سبورت. ادي عصام، عرضية عصام معدية، ولكن حكم اللقاء بيقول ايه؟ بيقول ما فيهاش حاجة. استلام مرة تانية. ادي محمود السيد، علي يا سلام يا ابني يا سلام، ولكن بتخبط وبتطلع الى خارج ارض الملعب. رمي التماس، والله ده كان هارون الصغير المرتدي القميص رقم 22. هو بالفعل قلت لكم لعيب ابوه برضه كان لعيب يا مصال وجال ابوه على الاراضي الخضراء في محافظه الفيوم. ادي هارون. استلام مره ثانيه. حسن مجدي بيحطها للاعب رقم 29 صلاح حامد. لحسن مره ثانيه. يا سلام على البينيه الحلوه. برسوم عايز يعمل عرضيه من هنا، ولكن استلام ببساله كده مره ثانيه. حسن مجدي اللي عامل جبهه من نار يا حبيبي نار. استلام ادوارد. ادي ادوارد هيعمل الناحيه الثانيه. يا سلام على الرؤيه يا ابني، استلام حلو قوي من السيد وعايز يعمل البينيه، بترجع له. يا سلام يا هارون، يا سلام يا هارون. بيستلم هارون وبيقف على كورته. يا سلام على الترقيصه، ولكن حكم اللقاء بيفض الاشتباك بضربه حره لفريق الساحه. الساحه صاحب المركز الرابع اللي بيلعب فير بلاي الى الان. رايح فهد كده للكابتن فهيم عمر. يا ترى هل ترى بيقول له ايه؟ استلام لقدام، ولكن ادي محمد السيد بيستلم اللاعب رقم 25 احمد حسين الى خارج ارض الملعب. رمي التماس لفريق الساحه. 8 بيحطها حلوه قوي محمود سعد. محمود بيحط الناحيه الثانيه. استلام حلو قوي من اللاعب رقم 7 عصام عابدين. عصام بيحط البرسوم. برسوم هيعدي ويروح. عدى برسوم، ولكن استلام كده من اللاعب وليد حمدي. وليد بيحط لاحمد ربيع اللي عايز يعمل واحده اماميه احمد، ولكن ادي موجود حسن مجدي. استلام من حسن. الكل يبحث عن الهدف، الكل يتمنى هز الشباك. مكافآت بالجمله $50 للي هيحرز الهدف من قبل قريه الاسيوطي. اللي هيصنع الهدف ايضا $50. ادي ادوارد. رمي التماس لفريق الاسيوطي سبورت. ادوارد بيعمل كل حاجه النهارده هذا اللاعب في الكوره. يا سلام يا ابني لو عدت وفات، ولكن بتخدمه وبترجع. ادوارد مره ثانيه. استلام من ادوارد عايز يعمل واحده الناحيه الثانيه، بتخدمه للمره الثانيه وبتروح. عايز صلاح بيسند على صلاح، ولكن هو عنده رؤيه. بالفعل بيرجع في وسط الملعب الناحيه الثانيه ناحيه اللاعب احمد حسين. حسين بيحط الناحيه. ادي 17 احمد موسى بيحط لصلاح حامد. صلاح خد وراح،
وعمل العرضية الى الركنية. صلاح خد وراح وعمل العرضية تطلع الى ركنية، ركنية رابعة لفريق الاسيوط سبورت. ولكن هذه المرة من الجهة اليمنى ادي صلاح هيعمل العرضية، ادي العرضية المعدية والرأسية ولكن الى خارج ارض الملعب، خارج ارض الملعب، ضربة مرمى. ولكن حكم اللقاء بيقول ركنية مرة تانية. الضغط بيولد الاخطاء، سبورت يضغط وبدأ فريق الساحة يبقى تحت الضغط. هل يستمر؟ ادي العرضية ولكن ايه اعلى نقطة عبد العزيز زيزو بيحط الحسن مجدي لادوارد. يا سلام، رمانة ميزان اداء النهارده ادوارد. استلام الناحية الثانية لمحمد السيد، محمد السيد بيعمل العرضية ناحية برسوم لو عدت، ولكن هنا بقى الحارس احمد عبد الله بيستلم من اعلى نقطة. يا سلام يا احمد، تاريخ وخبرة يا راجل، تاريخ وخبرة كبيرة احمد عبد الله. ادي حكم اللقاء بيقول فاول، سند كده على هارون الصغير. قلت لكم اللاعب ده هيبقى ليه شأن كبير، هذا اللاعب المرتدي القميص رقم 22 هارون الصغير. عنده اللمسات، عنده مصطفى احمد، مصطفى محمد سعد بيعمل واحدة امامية، ولكن موجود حسن مجدي اللي بيلعب بعقله قوي، بيرجع لرقم 4 اللاعب برسوم بيحط لعصام عابدين، ولكن في الاخير بيستلم احمد ربيع اللي عايز يبدا مع علي، بيعمل واحده الناحيه الثانيه ولكن مستنيها محمد السيد المرتدي قميص النجوم، القميص رقم 3. وطالما لعب على استاد الفيوم لازم نقول المرحوم جنتلمان الكره المصريه محمد عبد الوهاب اللي ارتدى هذا القميص وصل وجال لمده عام ب10 بطولات، رحمه الله على هذا النجم. ادي برسوم مره ثانيه، استلام لادوارد النهارده المرتدي القميص رقم 26 وصاحب الهيمنه الكرويه في وسط الملعب النهارده. استلام، يا سلام على الترقيصه، ادي العرضيه الحلوه ولكن في اعلى نقطه بيستلم. استلام مره ثانيه، ادي استلام كابتن فريق الساحه داخل ادوارد بصعوبه جدا، ولكن حكم اللقاء بيحتسب ضربه حره مباشره على فريق الاسيوط سبورت. الساحة امكانيات قليلة، كان معاهم مدير فني في بداية المشوار، ولكن رئيس النادي فضل ان هو يبقى المدير الفني والطبيب والمدير الفني ورئيس النادي. ادي استلام حلو عايز يجري عصام، يا سلام في الحتة الفاضية، استلم عصام عايز يعمل عرضية ولكن فضل انه يدخل بيها، ولكن بيستلم اللاعب رقم 6 احمد حسين الى خارج ارض الملعب. رمي التماس لفريق الاسيوط سبورت. ادي حسن مجدي اللي بدأ كده نقرا فكر كابتن توماس ان هو حابب يطلع الجناحين طالما الفرقه اللي قدامه كشه. استلام من حسن مجدي، عصام عابدين لحسن مجدي اللي عايز يعمل عرضيه، عمل عرضيه تخبط في زيزو مش معديه، عايز يعمل واحده تانية، عمل واحده ومن اعلى نقطه بيستلم الى خارج، ولكن لسه. ادي حسن عابدين بيستلم، حكم اللقاء بيقول مفيش حاجه. ادي العرضيه ولكن حارس المرمى من اعلى نقطه احمد عبد الله بيستلم. الكل يبحث عن الامل المنشود، الكل يبحث عن الثلاث نقاط، والكل ينظر الى الملاعب الاخرى. سنورس بتلعب، منيا الحيط بتلعب، الكل لديه 60 نقطة. الله، استلام من احمد عبد الله في وسط الملعب، بيبدأ كده احمد عبد الله. ادي واحدة امامية للاعب رقم 20 مؤمن، بتعادي كده من مؤمن الى خارج ارض الملعب. رمي التماس رايح لها حسن موسى. قلت لكم النتائج الاخرى الى الان الكل يبحث عن الهدف. سنورس متعادل 0-0، منيا الحيط متعادل 0-0 الى الان. الكل يبحث عن بطاقة الذهب، بطاقة التتويج. ادي ادوارد اللي ما بيفقدهاش، بتوصل لفهد. استلام من فهد المرتدي قميص النجوم، قميص رقم 10. استلام مرة تانية حسن مجدي بيحط لعصام عابدين، عصام واقف على كورته خلاص، عصام حافظ المكان عايز يعدي وبيعدي. استلام مرة تانية، خد منها الضربة الركنية، ركنية للمرة السابعة. الفريق الاسيوطي ما عندهمش فكر في هذه اللعبة، مفروض الركنيات يكون فيها فكر وتفكير. ادي حسام عابدين
عصام بيعمل العرضية من هنا، عصام بتعدي برسوم وبتعدي مرة تانية. هارون يا سلام على الترقيصة، بيعمل عرضية ولكن من أعلى نقطة بيستلم هذا الرجل. وادي التصويبة. زيزو عايز يعمل الكونتر اتاك السريع، بيحط المحمود ولكن استلام مرة تانية. محمد السيد لفهد. محمد السيد يا سلام على البينية البرسوم، عايز يسند برسوم ولكن حكم اللقاء بيقول ضربة جزاء لفريق الاسيوطي سبورت. كان استلم برسوم. يا سلام يا دولي، يا سلام. حكم اللقاء بيحتسب ضربة جزاء لفريق الاسيوطي. اعتراض بالجملة على هذه الضربة، ولكن الحكم الدولي فهيم عمر احتسب ضربة جزاء. طبعا هتتحلل وهتتشاف بكل دقة. ضربة جزاء لفريق الاسيوطي، وايضا انذار للاعب رقم 18 اللاعب محمود بكري. ضربة جزاء بتبقى صعبة جدا ضربات الجزاء في المباريات الحاسمة. ادي الكابتن فهيم للمرة الثانية بيطرد احد الاداريين من على دكة فريق الساحة. زيزو يتحدث مع الكابتن فهيم وبجواره محمود سعد. صلاح حامد جول صلاح حط وارتاح يا جماعة، حط الكرة وارتاح. الهدف الأول لفريق الاسيوطي سبورت في الدقيقة 28 من ضربة جزاء يحرزها اللاعب صلاح حامد في الدقيقة 28. هو القميص رقم 29 والدقيقة 29. الهدف الأول لفريق الاسيوطي سبورت 1-0. طبعا راح للنجم بتاعهم الألماني توماس الألماني، هو المدير الفني لهذا الفريق. 1-0 فريق الاسيوطي في الدقيقة 28. ادي استلام حلو من مصطفى احمد. اللي عايزين يبدأوا بقى هنبدأ نتفرج على كورة. الناس كانت مقفلة قوي، كانوا عاملين تقفيل. وادي لمسة يد على هارون الصغير. استلام حسن مجدي. ادي حسن لبرسوم. مرة تانية برسوم بكل لياقة بتطلع الى خارج ارض الملعب. رمي التماس رايح لها حسن مجدي. ادي حسن مجدي. حكم اللقاء بيستدعي الاثنين المساعدين. يا ترى هيعمل ايه كابتن فهيم بيستدعي الامن. مباراة مكهربة في اول نص ساعة. بيرجع زيزو كابتن هذا الفريق والمسؤول الاول في الملعب النهارده. كابتن فهيم عمر موقف اللقاء من رمية التماس. مرة تانية بيرجع للاعب رقم 25 احمد حسين لفهد. رجع كابتن فهيم استأنف. ادي ادوارد نجم النهارده النص ساعة الأولى في عمر اللقاء. ادوارد أحب أقول لحضراتكم النتائج. سنورس لسه متعادل. منيا الحيط لسه متعادل. الاسيوطي 1-0. استلام مرة تانية عصام لحسن موسى بيزقها إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس.
رمي التماس لفريق الساحة. زيزو لعلي، علي بيحط حلوة لهارون، ولكن من اعلى نقطة برسوم الى خارج ارض الملعب. رمي التماس، رمي التماس لفريق الساحة، الفريق العريق، هذا الفريق اللي لعب له نجوم كبار بحجم السيد حمدي نجم النادي الاهلي والسيد معوض نجم النادي الاهلي ايضا. ادي استلام من علي احد نجوم مصر المقاصة، بيحطها حلوة قوي الناحية التانية الى رقم 20. استلام من رقم 20 مؤمن، ولكن حكم اللقاء بيحتسب ضربة حرة على فريق الاسيوطي سبورت. رايح لها زيزو اللاعب ذو الخبرة الكبيرة، بيسيبها للاعب رقم 18 محمود بكري. فرقة اتجمعت بأقل الأتمان. ادي زيزو، الظروف ظروف صعبة في الدرجة الثالثة المصري من ملاعب وأمن وحكام. ادي مرة تانية لزيزو اللي عايز يعمل عرضية، ولكن من اعلى نقطة بيستلم. هتعمل ايه يا راجل ادوارد؟ يا سلام يا ابني. استلام مرة تانية بترجع لبرسوم، هيستلم ويعملها قدام. حلوة قوي حسن مجدي، حسن مجدي هو الجون، بيسند وداخل، بيسند ورايح وجوه الجون، جوه الجون. يا سلام يا ابني، هاتها من جوه يا احمد يا عبد الله، مع تحيات حسن مجدي يا راجل. حلوة حلوة حلوة، هو ده هو جون، هو الجون. هو الراجل راح بوشه كونتر اتاك السريع، استلم وفات، حط وزاد، شاط وجوه الجون، جوه الجون. الهدف الثاني لفريق الاسيوطي سبورت. 2-0 في الدقيقة 32. ولكن لقاء ايه؟ لقاء من نار، لقاء من نار يا حبيبي، نار. استلام وراح وشاط، انت واد جبار. 2-0 الفريق الاسيوطي. ولكن على الجانب الاخر سلامات، سلامات لمصطفى حسن اللي بدأ الكونتر اتاك السريع. الراجل حط رجله فيها واستلم كده من اعلى نقطة وحطها لحسن مجدي اللي ما كدبش خبر. الراجل اسعدنا بطبله غنائي رائع على ارض الفيوم. يا سلام يا ابني، هدفين مقابل لا شيء. يا ترى فريق الساحة هيعمل ايه في الوقت المتبقي؟ عندهم الفرصة، عندهم النجوم، عندهم هارون الصغير وزيزو. زيزو العالي بيحط تاني لمحمود سعد ابن سنورس هذا اللاعب. محمود بيحط واحدة لقدام، ولكن خلاص استلام كده مرة تانية، هيلعبوا على الكونتر اتاك. يا سلام يا ابني لو عدت، ولكن استلام حلو قوي من اللاعب ربيع، مصطفى ربيع لزيزو. واحدة كده لقدام، ولكن بتعدي كده لمحمد السيد. محمد السيد بيحط واحدة لقدام، استلام مرة تانية. يا سلام يا ابني على الترقيصة، بيحطها لزيزو، عايز يعمل تصويبة، ولكن في الأخير حارس المرمى مصطفى حسن. صفى حسن بكل روح رياضية إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس ليتم معالجة اللاعب نادي الساحة. عايزين نعرف مين هذا اللاعب. لا والله ده اللاعب ده رقم 3 علي مقاصة، احد اللاعبين اللي لعبوا في فريق مصر للمقاصة. ادي عصام عابدين، عصام بيحطها، ولكن زيزو بيستلم. استلام مرة تانية من زيزو، زيزو بيحط المؤمن. يا سلام يا مؤمن على الترقيصة، استلام حلو من مؤمن. بدأ الساحة يبقى ليها شكل وطعم ولون. ادي هارون، يا سلام على اللمسة يا ابني، ولكن رجع مرة تانية ادوارد عايز يبص. يا سلام يا ادوارد، استلام من عصام، عصام خد وراح. مرة تانية استلام من عصام وبيحطها هو والجون، هو والجون، هو والجون، هو والجون، جون هو والجون. ولكن العارضة بتابة، ومرة تانية جوه الجون. فتحت مرة تانية. 3 أهداف. اللاعب رقم 17 اللاعب أحمد موسى اللي بيقول لبرسوم خلي عنك يا راجل أنا موجود. جوه الجول. 3 أهداف لفريق الاسيوطي سبورت. ولكن لا زال في الامل بقيه. 3 أهداف، 3-0.
على الجانب الاخر لا زالت النتائج 0-0 لكل فريق، ولكن هنا بقى لو كسب الاسيوطي يخلص يقتنص البطاقة الاولى، بطاقة الذهب والصعود الى دوري الدرجة الثانية المصري. استلام مرة ثانية، بيبدأ فريق الساحة اللي كتر خيره بيلعب على قد الامكانيات. استلام مرة ثانية مؤمن، يا سلام يا مؤمن لزيزو. زيزو بيعدي ولكن ادوارد بيخطف، وحكم اللقاء فهيم عمر الدولي فهيم عمر بيحتسب ضربة حرة لفريق الساحة. زيزو بيقرب له، استلام بترقيصة، حكم اللقاء بيحتسب ضربة حرة. يلحق بدأ يحرز الهدف الأول، تقدم من يلحق بهدف على فريق أهناسيا في أهناسيا. مجموعة مشتعلة، مجموعة نار يا حبيبي نار. ادي العرضية معدية جوه الجون في الدقيقة 40 جوه الجون الهدف الأول لفريق الساحة. يا سلام يا ابني على العرضية الحلوة اللي معدية بتخبط وتروح. 3 أهداف مقابل هدف بيحرز فيها من يلحق الهدف. هنا الساحة بتحرز الهدف الأول لتصبح النتيجة 3. عصام عابدين من لمسة واحدة البرسوم، استلام من حسن مجدي مرة تانية. زيزو استلام من زيزو، ما بيفقدهاش زيزو بخبرة. مرة تانية قدام لمؤمن معدي، استلام من مؤمن، ولكن حكم اللقاء بيقول ضربة حرة. 41 دقيقة ولا زالت النتيجة 3-1 لفريق الاسيوطي سبورت. ادي اللاعب رقم 18 محمود بكري، تصويبة من زيزو ولكن خارج ارض الملعب. يا مصوب هذا اللاعب زيزو. مصطفى حسن، بيبدأ مصطفى الادوارد اللي بدأ يضغط كده ويرجع لمنطقة ال18 عشان يهرب من الرقابة. كان عامل هيمنة في وسط الملعب هذا اللاعب. فهد بيحط البينية الحلوة، لو استلم بقى فيها خطورة، ولكن قاري اللاعب رقم 8 اللاعب مصطفى احمد. دكتور هندي مدرب من اصحاب الكرافتات الشيك، واقف في ارضيه الملعب في المنطقه الفنيه، وايضا هو الرئيس هذا النادي. ولكن على الجانب الاخر محمود الاسيوطي ورئيس لهذا النادي موجود في المقصوره الرئيسيه لاستاد الفيوم. ادي واحده لقدام، استلام حلو حسن مجدي صاحب الهدف الرائع الثاني لقدام مره ثانيه. بدا الكسل يبان على كلا الفرقتين. استلام من مصطفى احمد بيحط علي بيرجع ل 18 محمود بكري، بيخطف عصام والكونتر اتاك، هيحط البرسوم، حط البرسوم وادي التصويبه، ولكن في الاخير احمد عبد الله بيحط ايده. يا سلام يا احمد الى خارج ارض الملعب. ضربه ركنيه لفريق الاسيوطي سبورت. رايح لها اللاعب صلاح صاحب ضربة الجزاء والهدف الأول. ادي العرضية من الركنية ولكن بتلف من بره. حكم اللقاء بيقول ضربة مرمى لفريق الساحة. أحمد عبد الله اللي ما يستاهلش النهارده الراجل على ولا هدف من اللي أحرزه في مرماه. تاريخ كبير لهذا اللاعب. ادي ادوارد بيستلم، بقول لكم ما بيغلطش. يا سلام على التمويهه يا ابني والترقيصه والحطه الحلوه. برسوم مره ثانيه لصلاح اللي دخل وراح، ولكن واقف على كورت بيعمل عرضيه. وادي فهد اللي عايز يعمل التصويبه، بترجع مره ثانيه. استلام حلو قوي. ادي مؤمن عايز، يا سلام يا مؤمن على الترقيصه يا ابني، حلوه من مؤمن. يا سلام يا ابني مره ثانيه. استلام بيحطها الناحيه الثانيه. رؤيه فائقه من هذا اللاعب. ادي فهد بيخطف، استلام من فهد. يا سلام يا ابني واقف على كورته، بتتخطف منه هارون الصغير. هارون عايز يعدي ولكن ما بتعديش معاه. استلام من
يا سلام على الرؤية، يا سلام على الرؤية. بقول لكم على المستوى الشخصي عاجبني هذا اللاعب. استلام مرة تانية، لو عدى يبقى فيها خطورة، خدوا على الثابتة وبيحطها حلوة، ولكن أحمد عبد الله جول. أحمد عبد الله يا راجل يا راجل، ضربة ركنية، ولكن حكم اللقاء بيقول فاول على فريق الأسيوطي سبورت. الساحة مليون مبروك منتخب مصر، العلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات. يبقى المباراة الأخيرة تحصيل حاصل، ونتدلع بقى ونلعب بقى ونستنى المجموعة والمباراة القوية اللي تصعدنا إن شاء الله لكأس العالم. ادي زيزو على الضربة الحرة وحيطة من لاعبي الأسيوطي سبورت، تصويبة زيزو، ولكن في الأخير بيستلم مصطفى حسن. مليون مبروك عشاق كرة القدم المصرية، عملها برادلي واولاده ورجالته خارج مصر. كسبنا 4-2 و1-0، ولكن عندنا الفتى الذهبي، الفتى الذهبي الجديد، امير العشاق وامير القلوب الجديد محمد صلاح، نجم بازل السويسري. ربنا كده يسهل ونشوفه في اعتى الفرق الاوروبيه. نرجع لمبارياتنا اللي من نار يا حبيبي نار. المنيا 1-0 والاسيوطي 3-1 وسنورس ما زالت 0-0. ادي ادوارد اللي بيحطها وحش المره دي، بياخدها مؤمن، ولكن استلام مره تانية. يا سلام يا حسن يا مجدي، استلام من ادوارد، عاملين جبهه من نار. ادي عاصم، يا سلام يا ابني على الترقيصه. وادي الرؤيه ادوارد اللي عمال يودي الناس النهارده هو والجون، ولكن بيستلم من اعلى نقطه كده وبياخد ويستلم لمؤمن. مؤمن بيظهر له زيزو، بيحط، يا سلام على الترقيصه والوقفه واللمه والرؤيه والحطه والنطه يا ابني. استلام حلو قوي، ادي استلام حلو. عابدين هيرقص ويعدي ويفوت بالفعل، ولكن اللاعب رقم 3 علي المقصه بيستلم وبيحط واحده لقدام، بياخدها اللاعب رقم 25 احمد حسين. احمد حسين بيرجع لاحمد صلاح، صلاح لحسين، حسين والله تعبتونا والله تعبنا. استلام من فهد بيحط لعصام، ولكن بتطلع الى خارج ارض الملعب. رمي التماس لفريق الساحه من ناشئ سنورس محمود سعد، ذهب ورحل في صفقه انتقال حر المصري المقاصه، وطبعا راح مع الكابتن احمد فاروق هو وعلي المقاصه الى فريق الساحه، قبل ما يسيب كابتن فاروق الساحه ويروح لمنيا الحيط بفرقته بالكامل. ادي استلام وتضييع وقت مشروع من حارس المرمى. استلم يبقى 7 خطوات او 7 ثانيات بالتمام والكمال. بيبدا لادوارد، ادوارد بيحط الناحيه الثانيه. والله عاجبني هذا اللاعب، ولكن صلاح بيغلط، بياخد منه مؤمن بيحط وحسن بيغطي. ادي حسن، والى هنا ينتهي الشوط الاول. تقبلوا تحياتي مجدي الشربيني على امل بعوده ولقاء الشوط الثاني من لقاء الاسيوطي سبورت وفريق الساحه.